صباح الخير. الحقيقة إن هو صباح الخير ليا أنا بس عشان أنا صاحية الساعة 6 الصبح أصور لكم فيديو و... والفيديو ده هيبقى زي شوية فضفضة أو مش فضفضة، يعني أنا هتكلم معاكم في الحاجات اللي أنا الفترة دي بتكلم مع نفسي فيها. فكملوا الفيديو للآخر، هقول شوية حاجات حلوة. أحيانا بيجي علينا فترات تحصل حاجات كتير قوي حوالينا تخلينا نرجع نعيد حساباتنا من الأول. أنا الفترة دي حصل حواليا حاجات كتير جدا، للأسف كان أغلبها محزن. فعارفين اللي هو بتقفوا لحظة كده تشوفوا الموقف وتبدأوا تفكروا إنه إحنا في حاجات فعلا محتاجين نراجع حساباتنا فيها. هديكم مثال صغير، مكنتش عايزة أبدأ الفيديو بالطريقة دي، بس هنتخيل مع بعض إنه أنت أيا كان سنك صغير مثلا، قاعد مع أوضة، في نفس الأوضة معاك شخص سنه كبير جدا ويعني تعبان قوي، وخلاص انت يكاد يكون في دماغك انه ساعة ساعتين يوم يومين والراجل ده خلاص هيموت. من كتر ما هو تعبان، من كتر ما انت حاسس ان هو خلاص كبير في السن، فانت حاطط احتمال ان هو في اي لحظة هيموت. بس هل احنا بنحط نفس الاحتمال لنفسنا؟ يعني هل هو عشان بس كبير او علشان تعبان فهو ده السبب الوحيد اللي الشخص ممكن يموت علشانه؟ لا، احنا عارفين تعددت الاسباب والموت واحد. يعني هل احنا بنحط احتمال لنفسنا ان ممكن في اي لحظة يحصل لنا حاجة لا قدر الله، سواء موتة طبيعية، سواء حصل لنا حادثة، سواء حصل لنا حاجة؟ هل احنا بنحط الاحتمال ده لنفسنا؟ هل احنا بنتعامل ككل يوم ان ده اخر يوم؟ ما اظنش ان حد بيعمل كده ابدا. فهنا اعتقد ان احنا محتاجين نقف ونراجع نفسنا في حاجات كتير قوي. محتاجين نسأل نفسنا سؤال، وما اعتقدش ان في حد واحد ممكن يقول اه على السؤال ده: هل انت جاهز تقابل ربنا؟ كلنا خطائين، بجد كلنا خطائين. كل يوم بيعدي علينا، اعتقد مفيش يوم بيعدي لو غصب عننا ممكن نرتكب ذنب. ممكن نسمع اغنية، ممكن نعمل حاجة، نشوف حاجة. البني ادم خطاء، بس في نفس الوقت ربنا غفور رحيم. انت محتاج تعمل ليومك كأن ده اخر يوم ليك. مكسل عن الصلاة، دي ممكن تكون اخر صلاة تصليها. مكسل عن اذكار، عن ذكر، عن فعل خير، عن اي حاجة. محتاجين ان احنا كل حاجة بنعملها علشان ربنا، اعتبر ان دي اخر حاجة انت هتعملها. بس فعلا محدش ضامن عمره. ففي النقطة دي احنا محتاجين نراجع نفسنا، نشوف احنا احنا بنعمل ايه غلط، احنا عايزين نبطل ايه الذنب اللي عايزين نتوب منه. يعني انت متخيل ان انت لو بتعمل حاجة غلط او اذنبت كتير، انت متخيل انه بكام ذكر، بكام حاجة، صلاة، ربنا ممكن يغفر لك كل ده؟ طب طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ وفي حاجة بقى مهمة بتندرج تحت الموضوع ده، وهو إن كلنا بلا استثناء بنسعى للدنيا. بمعنى إنه إحنا دايما بنسعى إن إحنا نطور من نفسنا، نطور من الشغل، من الكلية، نهتم بالشغل، ندخل فلوس أكتر، نجيب عربية، نجيب موبايل، نعمل كذا نعمل كذا. وكلنا ناسيين الهدف الأساسي اللي إحنا أصلا مخلوقين علشانه، وهو إن إحنا جايين علشان نسعى للآخرة. في النقطة دي كنت بتساءل في موضوع أعتقد جه في دماغ ناس كتير يعني، وهو إنه في مثلا أشخاص آه، مش عارفين ربنا كويس، مش بيصلوا، ظلموا ناس كتير، عملوا حاجات وحشة، وتلاقيهم ممكن في حياتهم ماشيين ومحققين حاجات يعني أغلب الناس المشاهير والحاجات دي، انتوا يعني بتتسألوا إن هو مثلا بيعملوا كل حاجة، معاهم فلوس كتير وكذا وكذا، على المنوال ده يعني. وتيجي تبص لنفسك إنه طب ما انا بصلي وعارف ربنا وبعمل خير ومش عارف ايه، بس انا في حاجات ما عرفتش احققها. طب اشمعنى؟ لان الدنيا دار ابتلاء. انا لما سألت نفسي السؤال ده جيت اقول انه انا مشفقة على الناس اللي زي دي. انتوا متخيلين ربنا يعتبر مديلهم حاجات اكتر من اللي نفسهم فيها، وهم ستيل مش مفكروش اصلا، مفكروش ان ربنا هو اللي مديلهم الحاجات دي. مفكروش ان احنا محتاجين نشكر حتى ربنا. فانت تكلم نفسك ان الدنيا دار ابتلاء، وان دي يعني دار ابتلاء ودار صبر. انت بتعمل كذا خير وصادق وصادق وكذا، انت كل اللي نفسك فيه مش هتاخد دلوقتي، بس تخيل انك هتاخد بقى كل الحاجات دي في الجنة
على صبرك وصدقك وان انت راضي بكل حاجة ربنا مديها لك وبتحمد ربنا. ففي فرق كبير قوي ما بين ان انت ابتليت في الدنيا وصبرت وخدت حاجتك كلها في الاخرة، وما بين اللي خدوا حاجتهم في الدنيا ولا شكروا ولا حمدوا ولا فكروا ولا اي حاجة. متخيل الفرق؟ في نفس الفيديو عايزة اتكلم معاكم في حاجة مهمة قوي، وهو ان ليه المقارنة ما بيني وما بين اي شخص مرفوضة، مرفوضة تماما. اعتقد اللي عارفني قوي وقريب مني عارف اني عمري في حياتي الحمد لله ما حاولت اقارن نفسي بشخص. عمري ما حاولت اقارن نفسي باي حد في اي حاجة، لا في مثلا في شكل، لا في تعليم، لا في ماديات، ولا اي حاجة ابدا، لاسباب كتير. وهحاول ابسطها لكم واتكلم معاكم في انه ليه مرفوض ان انت تقارن نفسك بشخص تاني. المقارنة ما هي الا انه انت بتدخل نفسك في زون، مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس بحس ان هو زون اكتئاب على الفاضي. يعني مثلا انت شايف ان انت كنت عايز تحقق حاجة، مثلا شغل معين كان نفسك تمسكه، وانه شخص تاني مسك الشغل ده. هتسأل نفسك أسئلة. لو انت قلت لنفسك اشمعنى هو، طب انا ما عرفتش اعمل كده ليه؟ ممكن لأسباب كتير جدا. اولا انتوا ممكن ما تكونوش نفس الدماغ نهائي، ولا نفس الظروف، يعني البيئة المحيطة، ولا الماديات، ولا التصرفات. يعني حاجات كتير قوي. مفيش اتنين في الدنيا متشابهين في كل حاجة. بس لو انت مثلا في الدراسة وشايف انه في مثلا شخص اشطر منك بكتير، انت مش ما تحاولش تقارن نفسك بيه، لانه مثلا انت مش عارف هو بيذاكر ازاي، هو بيعمل ايه. هتسأل نفسك طب، يعني ما تقولش طب دي بتبقى معناها ان انت برضو في مقارنة مع ان هو طب انا ما عملتش كده ليه. انت هتسأل نفسك انا مقصر في ايه، وعلشان ترفع من ذاتك او ان انت تحس ان انت مش اقل من حد، انت هتبدأ تفكر في الايجابيات اللي عندك. هو لو شاطر في الجزء ده مثلا في الكلية، فانت فكر نفسك ان انت برضو شاطر في جزء تاني. انه حتى انت لو شايف ان انت مش شاطر، انت هتحاول. بس ما تقولش انا ليه مش زيه. ليه مش زيه؟ عشان انتوا مش زي بعض في اي حاجة، لا في الدماغ ولا التفكير ولا نظرتك للحاجة اللي قدامك. حرفيا بنبقى مختلفين. عايزة اقول لكم ان انا اول مثلا لما بتحصل حاجة قدامي، او مثلا حد عمل حاجة انا كان نفسي فيها، انا عمري ما بزعل. مع ان دي حصلت في مواقف كتير، ان انا مثلا اتكلمت في حاجة كنت عايزة اعملها ولقيت حد عملها، وان هي ممكن تكون حاجة كبيرة فعلا، مش بزعل. يعني مش هكدب، ممكن اكون بزعل، بس خلاص انا عمري ما تمنيت حاجه وحشه اللي قدامي، او مثلا حد عمل حاجه فلا ابص له بنظره وحشه ان هو عمل حاجه دي ليه وانا ما عملتهاش. لا، انا عمري ما دخلت نفسي في الزون دي ابدا. بس اول لما بحس ان انا مجرد تفكير صغير كده جوايا انه انا كنت عايزه اعمل الحاجه دي وما عملتهاش، هو ليه عملها، او هو انا ليه ما عرفتش اعملها، بفكر نفسي في كل الكلام ده. اول حاجه بقول لنفسي احنا هنخيب ولا ايه. وبقعد بقى اتكلم مع نفسي ان هو ممكن تكون ظروفه احسن في وقت زي ده. هو خد الخطوه على طول، هو عمل كذا، هو تفكيره كان اعمق منك، كذا كذا كذا. في اسباب كتير جدا تخلي الشخص اللي قدامك ينجح اكتر منك، وفي نفس الوقت في اسباب كتير جدا تخليك انت تنجح اكتر من الشخص اللي قدامك. فهنا المقارنه مرفوضه، عشان زي ما قلت لكم مفيش اتنين زي بعض ابدا. وزي ما قلت لكم هي ما هي الا شيء ان انت بتدخل نفسك في تفكير وسلبيات وحاجات حرفيا على الفاضي. لان انت مش هتوصل لحاجه غير ان انت قاعد بتلوم في نفسك، انا ليه ما عملتش، انا ليه ما سويتش، انا ليه مش شاطر، انا ليه مش زي ده، ليه مش زي ده. الشخص الوحيد اللي يحق لك ان انت تقارن نفسك بيه هو انت. فكر في نفسك، فكر انت كنت عامل ازاي من شهر. كنت قد ايه سلبي، كنت قد ايه كسول مش عايز تعمل حاجه، وفي الشهر ده انت طورت من نفسك ازاي، وبعد الشهر ده انت بقيت عامل ازاي. هل انا في الشهر ده طورت من نفسي؟
هل انا بقيت شاطر في الحاجه اللي انا عايزه ابقى شاطر فيها؟ هل الحاجه اللي انا كنت مش كويس فيها بطلتها بقيت احسن فيها؟ هل الحاجه الكويسه اللي كانت فيا لسه ثابته فيا ولا اتغيرت مع ظروف الحياه والمواقف والتجارب اللي بنمر بيها؟ فده الشخص الوحيد اللي انت المفروض تقارن نفسك بيه. ده مش اختياري، لا ده اجباري، انه انت تقارن نفسك بنفسك كل فتره. عايزه اقول لكم على حاجه غريبه، معرفش حد يعملها زيي ولا لا، بس انا براقب نفسي، براقب تصرفاتي. بمعنى انه انا مثلا عدى عليا موقف اتصرفت فيه بطريقه ما كنتش المفروض اعمل كده، وبعد فتره لما فكرت في الموضوع وحسيت ان انا اتصرفت غلط، فخلاص انا اتكلمت مع نفسي وصرحت نفسي انه انت كنت غلطانه في واحد اتنين تلاته والمفروض كان الصح في واحد اتنين تلاته. فلما بحس ان انا خلاص في موقف مشابه للموقف اللي انا غلطت فيه، انا براقب نفسي، براقب نفسي، انا هشوف انا هتصرف ازاي وهقول ايه. انا مش عارفه انتوا متخيلين الموضوع ازاي، بس حرفيا انا لما ببقى في موقف او حتى بيتقال لي كلام مثلا سلبي او كلام يزعلني، انا بقيت براقب نفسي انه انا فعلا هل هتاثر بالكلام ده؟ انا هزعل بالكلام ده؟ في الوقت ده يعني بعدها بعد ما بقعد اراقب تصرفاتي واشوف انا اتصرفت صح ولا غلط، برجع في اخر اليوم ببقى في نقاش مع نفسي حرفيا، ان هو مش اوفر ثينكينج بقى، لا انا بتكلم انه انا مثلا في حاجه ما عجبتنيش انا عملتها، انا محتاجه اغيرها فيا. في حاجه حلوه انا عملتها النهارده بتمنى ان هي تفضل موجوده فيا. حاسه ان الموضوع ده عميق قوي وممكن مش اي حد يفهمه، بس دي احسن حاجه ممكن تعملها في حق نفسك، ان انت تراقب تصرفاتك وان انت تتناقش مع نفسك في تصرفاتك سواء سلبيه او ايجابيه. يعني بحس ان ده جزء من تطوير الذات حرفيا. حاسه اني اتكلمت في كذا موضوع، بس الفيديو كان عباره عن شويه فضفضه، كنت بطلع اللي انا بتكلم فيه مع نفسي معاكم واشارككم بيه. آم، المواضيع كانت مختلفة بس حاسة ان فيها حاجة، فيها نقط مهمة يعني. اتمنى الفيديو يعجبكم وتستفادوا بيه، واشوفكم في الفيديو الجاي.